البيتزا من أجمل وأحلى المعجنات اللي كلنا بنحبها كبار وصغيرين. إن شاء الله في فيديو النهاردة هقولك على أحلى وصفة بيتزا ممكن تعمليها. هنعملها النهاردة بعجينة هشة وطرية زي القطن وحشوة مميزة جدا. إن شاء الله هتنجح معاكي من أول مرة. تعالوا نشوف هنعملها إزاي. نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونشوف هنعملها إزاي. هنعمل أول حاجة صلصة البيتزا ونسيبها تبرد. حلة على النار هحط فيها شوية زيت زيتون، ولو مش متوفر استخدمي زيت نباتي. حط عليها معلقة صغيرة توم مفروم، مجرد بس إن التوم الريحة بتاعته تظهر. مش هنحمره ولا حتى هيصفر. أول ما ريحة التوم تظهر هحط عليه صلصة طماطم. القوطة دي أنا كنت مسبكاها وحطاها في الفريزر. لو عندك قوطة فريش تقدري تستخدميها. هتغسلي القوطة وتحطيها على النار وتحطي عليها كوباية مية. هتغلي غلوتين وتسيبيها تبرد، وتضربيها في الخلاط وتصفيها. وبعدين تعملي نفس الخطوات اللي أنا عملتها. أول ما تغلي أحط عليها معلقة ونص كبيرة سكر، ومعلقة كبيرة مش مليانة ملح، ومعلقتين كبار خل، ورشة صغيرة فلفل أسود. والمكون المهم لصلصة البيتزا واللي هيفرق جدا في طعمها الزعتر. هحط عليها معلقتين كبار زعتر وهقلب الصلصة واسيبها على النار لحد ما المية اللي فيها تتبخر وتتكثف، واسيبها تبرد. هنستخدم دقيق دوبال مكتوب عليه دقيق بيتزا ومخبوزات. بيدي نتيجة كويسة جدا يا جماعة وخصوصا في البيتزا. هننخل الدقيق ونحط عليه كيس صغير لبن بودر ما يعادل معلقتين كبار، ورشة ملح صغيرة حوالي نص معلقة صغيرة، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. وهقلب كل المكونات الجافة على بعض، وبعدين أعمل خليط السوائل. عندي كوباية مية دافية هحط عليها كيس خميرة فورية 10 جرام ما يعادل معلقة كبيرة، وهحط عليهم معلقتين كبار سكر. وهقلب خليط الخميرة والسكر وهغطيه واسيبه حوالي 10 دقايق علشان نتأكد ان الخميرة بتاعتنا شغالة كويس. ما كملتش 10 دقايق والخميرة فارت وبقت بالشكل ده. طبعا احنا في الصيف والخميرة بتشتغل على طول. مش هنستنى لما تفور اكتر من كده. انا خلاص اتأكدت ان الخميرة بتاعتي تمام. هحط عليها كوباية زبادي بالكوب المعياري. مش كوباية الزبادي الصغيرة بتاعت اللبان يا جماعة، لا كوباية بالكوب المعياري. وهقلب الزبادي مع خليط السكر والخميرة، وهحطه على الدقيق، واحط عليهم بيضة وحوالي معلقة كبيرة خل. البيض هنا يا جماعة هيدي هشاشة حلوة جدا لعجينة البيتزا، ومعلقة الخل بديل لمحسن الخبز. والزبادي هيدي عجينة البيتزا طراوة، طراوة وطريان ملهاش حل. يعني إن شاء الله امشي على الخطوات دي بالظبط، وهتعملي أحلى عجينة بيتزا. مش طالبة منك إن شاء الله لما تجربيها غير دعوة حلوة عن ظهر قلب. ونبتدي نعجن العجينة كويس حوالي 10 دقايق. نعجن كويس جدا يا جماعة. أهم حاجة في أي معجنات إن هي تتخدم كويس جدا في العجن. وهنزود شقشاق مية صغير بسيط حوالي ربع كوباية. أول ما العجينة توصل للمرحلة دي والدقيق يختفي تماما هحط عليها حوالي تلت كوباية زيت زيتون. ولو مش متوافر استخدمي زيت نباتي عادي جدا. وهستمر في العجن لحد ما توصل للشكل والقوام ده. نعمت وفتحت وبقت بتلزق شوية في الإيد. هحط في البولة شوية دقيق وهحط العجينة واغطيها بستريتش واسيبها تخمر ويتضاعف حجمها. نتكلم هنا يا جماعة بقى شوية عن الخميرة. احنا في شهر أغسطس يعني في عز الحر، فعشان كده هنستخدم 10 جرام خميرة. طب لو احنا في الشتاء هنستخدم 20 جرام. يعني في الشتا كل كيلو دقيق للبيتزا والمعجنات بياخد 20 جرام من الخميرة، وفي الصيف بيبقى نص الكمية. بالنسبة لحشوة البيتزا أي حاجة أنت حابة تحشي بيها استخدميها. كل حاجة هتعمليها بإيديكي لولادك هتكون أحلى من بتاعة بره 1000 مرة. أنا هحشيها بفلفل وزيتون وقوطة شيري وبصل مقطعاه شرايح صغيرة، وسجق بلدي من بتاع الجزار. طريقة السجق دي يا جماعة النية من غير ما نسويها أو من غير ما يتحمر، خالد جوزي ربنا يبارك في عمرها هي اللي قالت لي عليها. الأول كنت بحمره في طاسة وبعدين أقطعه وأحطه على وش البيتزا. كان بيخرج من الفرن ناشف، إنما لما بيتحط وهو ني بيستوي في الفرن وبيفضل طري وتحفة. إن شاء الله هتجربي الطريقة دي وهتعجبك جدا. وبالنسبة لحشوة الفراخ تبلت البانيه بمية بصل وعصير قوطة وملح وفلفل، وسبته في التلاجة حوالي 3 ساعات. وبعدين شويته على الجريل لو هقطعه قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين. لو لسه بقى مكملة معايا الفيديو لحد دلوقتي يا ريت تعملي لايك وتكتبي كومنت حلو كده عشان تشجعوني ان انا اكمل. بعد ما العجينة خمرت وملت البولة هنشيلها ونشتغل فيها على طول. هقسمها لجزئين كبار والجزء الصغير هقطعه قطع صغيرة، وده اللي هعمل بيه حروف البيتزا المحشية بالجبنة. هاخد قطعة من العجينة واحط فيها قطعة جبنة موتزاريلا وهكورها زي ما انتوا شايفين. بحط معلقتين زيت في صينية كبيرة مقاس 40. هعمل بيتزايتين كبار حجم عائلي، واحط العجينة وافردها في الصينية،
وبعد ما فردت العجينة في الصينية كلها هرص عليها على طول في البيتزاية كور العجينة الصغيرة المحشية بالجبنة، وبعدين بشوكة وهعمل ثقوب علشان لما تدخل الفرن وهي بتستوي ما تقبش وتنتفخ وتبقى عاملة زي رغيف العيش، واحط عليها صلصة الطماطم وافردها بمعلقة. وارص بقى عليها الحشوة السجق والفلفل والزيتون والبصل والطماطم الشيري. وهاحط على الوش شوية جبنة رومي، الجبنة الرومي يا جماعة بتدّيها طعم حلو جدًا، وهاقول لِك إمتى تحطّي الجبنة الموتزاريلا عشان ما تنشفش في الفرن وتفضل طرية وبتمط، مهمًا كان نوعها، سواء نوع غالي أو نوع اقتصادي. وهادهن الحروف بتاعة البيتزا بمعلقتين حليب وهادخّلها الفرن. وهنا بقى نتكلم شوية يا جماعة عن التسوية. أي معجنات بتحتاج لنار عالية، لو دخّلتِ البيتزا أو أي معجنات على نار هادية أو حتى وسط هتنشف معاكِ في الفرن. لو هتسويها في فرن البوتاجاز شغّلي أعلى درجة عندِك في الفرن 200. أول ما البيتزا ترتفع وتاخد لون من تحت شغلي الشواية عشان الحروف تحمر. ولو هتسويها في فرن الخبيز هتظبطي درجة الحرارة من تحت على وسط، والشواية تهديها علشان ما تاخدش لون من فوق وتكون لسه نية من تحت. ده كده بالنسبة للتسوية. والبيتزا اللي هحشيها بالفراخ هافردها برضو في الصينية، بس هحط الأول في الصينية معلقتين زيت وادهنهم بيها، ونفس الطريقة هعمل لها سكوب بالشوكة واحط عليها صلصة البيتزا وافردها واوزعها، واحط فوقيها القوطة الشيري والزيتون، يعني نفس حشوة الخضار، وبدل ما احط سجق هحط فراخ، ونفس طريقة التسوية. وفي المرحلة دي أول ما ألاقي إن البيتزا الحروف بتاعتها بدأت تحمر هوزع الجبنة الموتزاريلا على الوش، وهدخلها الفرن حوالي 5 دقايق، مجرد إن الجبنة تسيح وأطلعها على طول. وبكده نضمن إن مهما كانت نوعية الجبنة اللي عندك مش هتنشف معاكي في الفرن وهتمط وهتبقى حلوة جدا. بُصّوا ما شاء الله طرية جدًا والجبنة سايحة وطعمها تحفة بشهادة كل اللي أكلها. حشوة السجق بصراحة تحفة وبالنسبة لي أحلى من الفراخ. امشي على الخطوات بالضبط وإن شاء الله هتعملي بيتزا ناجحة جدًا، جدًا من أول مرّة، وأنضف وأحلى من اللي بتجيبيها من برّه 100 مرّة. إن شاء الله تجربوها على طريقتي وتعجبكم. الطريقة دي يا جماعة خبرة سنين في عمايل البيتزا، وإن شاء الله بإذن الله أنا واثقة إن هي هتعجبكم. ما تنسوش بقى لو استفدتوا من فيديو النهارده تعملوا لايك وشير للفيديو، ولو أول مرّة تشوفوا قناتي تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس الصغير عشان يوصل لكم إشعار بكل وصفاتي الجديدة. وما توفيقي إلا من عند الله، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم.